عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتبقى عادية جدا بس بتنجح، وفي ناس تانية بتبقى في نفس ظروفهم بالظبط ولكن ما بيقدروش يحققوا ولا 1/10 من اللي هما بيقدروا يحققوه، مع ان هما الاتنين نفس الظروف؟ تفتكر الموضوع هنا ممكن يبقى صدفة؟ طب ممكن يبقى ليه علاقة مثلا بالوراثة؟ طيب ممكن يبقى حظ؟ خليني اقولك على حاجة. العلم بيأكد والحقيقة بتأكد إن الموضوع ملوش علاقة لا بالصدف ولا بالظروف ولا بالوراثة. العلم هنا بيقولك حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. بيفهمك، وده اللي احنا هنفهمه مع بعض النهاردة، إن الدماغ مش صلب. بالعكس، دماغك مرن جدا، ينفع تشكله حتى لو كنت وصلت لسن 60 سنة. ينفع تشكله من أول وجديد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأنه هو يكون مرن بيتشكل بالأفكار. العلماء بيسموا ده نيرو بلاستيسيتي. يعني إيه نيرو بلاستيسيتي؟ يعني مرونة الدماغ أو المرونة العصبية. يعني دماغك بالظبط تخيل كده إن هي عاملة زي الصلصال، بينفع تشكله وتعمل له اشكال كتير جدا زي ما انت عايز، زي العجينه بالظبط بتاعت الصلصال ما بتشكلها على اي شكل واي حاجه انت نفسك فيها. اي فكره جديده، اي عاده جديده، اي تجربه بتسيب اثر وبتغير مخك حرفيا. وده اللي هنشرحه النهارده خطوه بخطوه، واللي هسمعهولك في الفيديو ده حرفيا ممكن يغير حياتك كلها بالكامل. عشان كده لازم تركز معايا في الفيديو ده للنهاية، ما تخرجش في نصه. لو انت شايف ان من دلوقتي انك مش هتقدر تكمله، ما تكملش دلوقتي وتعالى اتفرج عليه في اي وقت تاني، لان الفاليو الحقيقية اللي هتطلع بيها معايا من الفيديو ده هي متقسمة كلها على كل الاجزاء اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده. يلا بينا نشوف ايه الموضوع النهاردة، والعلم بيثبت النجاح من الفشل بشكل عامل ازاي بعد الانترو. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بألف صحة وخير. النهاردة معادنا مع الدرس الثالث، وهنا هنتكلم عن العلم وطريقة إثبات العلم في إن يعني إيه ناس بتنجح ويعني إيه ناس بتفشل. هنتكلم عن تجارب وهنتكلم عن أمثلة، هنتكلم عن حاجات مهمة جدا جدا تكمل الدرسين اللي فاتوا. ولكن قبل ما نبدأ، عشان لو في ناس بتشوف الفيديو ده لأول مرة أو بتشوف السلسلة دي لأول مرة، نصيحتي ليك إنك تروح تتفرج على الحلقة الأولى والثانية أو الدرس الأول والثاني قبل ما تتفرج على الدرس الثالث. وللناس اللي متابعة معايا الدرسين اللي فاتوا وبتحضر النهارده الدرس الثالث، خلينا نراجع بسرعة جدا احنا اتكلمنا في ايه في الدرسين اللي فاتوا. اول درس اتكلمنا فيه عن يعني ايه اصلا مايند سيت، وايه انواع المايند سيت بالنسبه للجروث مايند سيت والفيكسد مايند سيت، وان المايند سيت قوتها عامله ازاي، انك لما بتسيطر عليها وبتسيطر على عقلك انت كده بتبقى مسكت مفتاح المستقبل بتاعك، لان بمنتهى البساطه يعتبر عقلك هو اللي متحكم في كل حاجه في حياتك. فلما انت بتسيطر عليه بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، انت بتبدأ تسيطر على كل حاجة في حياتك، بتبدأ تلاحظ حاجات فعلية على أرض الواقع، انك انت اتطورت من الناحية الدينية، واتطورت من الناحية الأخلاقية، واتطورت في حياتك الأسرية، واتطورت في حياتك العملية. بتلاقي نفسك اتطورت في كل حاجة حرفيا. تمام. طيب الدرس الثاني اتكلمنا بقى عن الفرق ما بين الفيكسد مايند سيت والجروث مايند سيت، وازاي انت شخصيا عن طريق دروس او حاجات احنا عملناها مع بعض المرة اللي فاتت لو فاكرين، والاسئلة والحاجات اللي قلت لك اكتبها قبل ما تنام كل يوم عشان خاطر تفهم عقليتك عاملة ازاي. عرفنا وكل واحد كان طالع من الدرس اللي فات هو عارف هو فيكسد مايند سيت ولا جروث مايند سيت، ولو فيكسد ازاي يحول نفسه لجروث، ولو فيكسد وجروث في نفس الوقت بس عنده حاجات محتاج يحسنها ازاي يحسنها. كل ده اتكلمنا فيه. ولكن دايما لما تلاقي اي حد بيتكلم في اي موضوع دايما يقول لك هات لي اثبات علمي على كلامك ده. النهارده احنا هنعمل كده بالظبط عشان خاطر تبقى فاهم ان الكلام بتاعنا مش مجرد كلام مرسل، مش مجرد تجارب، لا ده كلام علمي وحقيقي من علماء مرموقين ليهم اسمهم بيأكدوا الكلام دوت، عشان خاطر وانت بتعمل الحاجات اللي انا بقول لك عليها تبقى مرتاح نفسيا وفاهم ان الكلام ده كلام علمي بحت. لان في ناس كتير جدا النهارده مع احترامي بتطلع تهبط شويه، بتقول اي معلومات، ولكن بفضل الله احنا هنا
احنا ما بنقولش اي معلومة غير لو كنا واثقين فيها بنسبة تريليون في المية. عشان كده لحد دلوقتي لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة، اشترك في القناة، لان ده بيدعمني وبيخليني ابقى متشجع اكتر ان انا استمر. والحاجة التانية عايزك تشاركني في الكومنتات بالحاجات اللي انا هقولك عليها النهاردة. اوعى تنسى واعمل لايك عشان خاطر ده بيساعد ان المحتوى يوصل لأكبر عدد ممكن من البشر، عشان ناس كتير جدا جدا تستفيد. ويلا ندخل في الموضوع بمنتهى القوة. النهاردة عايزك مركز معايا، كوباية الشاي بتاعتك أو كوباية القهوة، وقاعدين كده مركزين مع بعض ومصفيين ذهننا تماما، عشان الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة مهم جدا 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 فوق ما انت متصور. لدرجة اني اقسم بالله العظيم انا قبل ما اصور الفيديو ده كنت متوتر جدا. وانا لما بتوتر قبل ما اطلع اصور اي فيديو ببقى عارف ان احنا محضرين حاجه محترمه جدا، وتوتري بيبقى خوف على فكره. انا خايف ان انا ما اقدرش اوصل الفكره زي ما انا محضر لها. عشان كده ببقى احاول ان انا اكون فاصل عن الدنيا كلها ومركز. فصدقني في مجهود بيتبذل محترم جدا جدا عشان خاطر اخليك تطلع باكبر قيمه من الفيديوهات اللي احنا بنصورها. فنفس الكلام انا عايزك انت كمان تكون منصت جدا جدا للكلام اللي بيتقال. يلا بينا ندخل في الموضوع والدرس الثالث وليتس جو. طيب عايزك تركز بقى معايا جدا، لان احنا النهارده هنتكلم او الفيديو ده هيكون متقسم على 4 اجزاء مهمة جدا. اول جزء هيبقى بعنوان العلم بيقول ايه. هنتكلم عن 5 دراسات اتعملت في جامعات مشهورة جدا على طريق علماء مشهورين جدا جدا. كل دراسة فيهم هنطلع فيها بمسج مهمة جدا، لازم تدونها عندك في ورقة وقلم كده، عشان خاطر تبقى عارف احنا ليه حكينا الدراسة دي واتكلمنا عنها. سوري، وال5 دراسات هيفيدوك بشكل قوي جدا جدا، لان احنا هنطلع منهم ب5 مسجات مهمة جدا. اول دراسة بتقول ايه؟ الدراسة الاولى اتعملت على سواقين التاكسي في لندن. كان ايه اللي بيحصل؟ في التسعينات العلماء راقبوا سواقين التاكسي في لندن. تخيل معايا ان هم لقوا ان في جزء في دماغهم اسمه هيبوكامبس، ويا رب اكون نطقتها صح. وده الجزء اللي في الدماغ اللي بيكون مسؤول عن الذاكرة اكتر من الناس العادية. ليه لقوه اكبر من الناس العادية؟ لانهم لقوا ان سواقين التاكسي في المدينة دي بالذات مضطرين ان هم يوميا يحفظوا من 100 ل 1000 شارع تقريبا في اليوم. كل يوم مخهم كان بيتدرب على رسم خرائط بشكل معين. الكلام ده معناه إن مخهم اتغير فعليا بسبب أصلا طبيعة شغلهم. وهنا الكلام واضح جدا والرسالة واضحة جدا. اللي انت بتعمله كل يوم بيشكل دماغك وبيدرب دماغك على صورة معينة. يعني حضرتك بمنتهى البساطة لو كل يوم بتقضي ساعتين بس على السوشيال ميديا من غير أي هدف، دماغك بيتشكل على إيه؟ بيتشكل على التشتت. طب لو نفس الساعتين دول حضرتك كل يوم ركزت فيهم إنك تقرأ كتاب تتعلم مهارة جديدة، دماغك هيبدأ يشكل مسارات جديدة ويبدأ يفكر بشكل قوي جدا جدا تجاه حاجات مفيدة. وكمان هتبدأ نسب التركيز فيه تزيد بشكل غير طبيعي. ودي كده كانت نتيجة الدراسة الأولى. سريعا خلينا ندخل على الدراسة رقم 2. الدراسة رقم 2 اتعملت في جامعة هارفارد واسمها تجربة البيانو. في جامعة هارفارد عملوا تجربة غريبة جدا. جمعوا مجموعتين، المجموعتين دول هم لسه بيتعلموا يعزفوا بيانو جديد. خلوا مجموعة منهم تعزف بالفعل، ومجموعة التانية ما عزفتش. امال عملت ايه؟ خلوهم يتخيلوا ان هم بيعزفوا من غير ما ايديهم تلمس البيانو. عارف ايه اللي حصل؟ وكانت النتيجة ان المجموعتين لقوا ان عقلهم اتغير بشكل متشابه تماما. طب دول عزفوا ودول ما عزفوش، ايه اللي حصل هنا؟ حضرتك الكلام ده معناه ان التخيل والتدريب العقلي بس لوحده قادر ان هو يأثر على دماغك بشكل ايجابي او بشكل سلبي. فما بالك بقى بالعمل الفعلي والممارسة الحقيقية اصلا. عشان كده اوعى تستهين. حتى افكارك اللي بتفكر فيها بشكل يومي هي بتبني مسارات جوه دماغك. فلو انت حضرتك بتفكر بشكل سلبي هتبني مسارات سلبية جوه دماغك، ولو بتفكر بشكل ايجابي هتبني مسارات ايجابية جوه دماغك. ودي المسج التانية من الدراسة التانية. وهنا قبل ما ادخل على الدراسة التالتة حابب انوه عن حاجة بدأتها ومحتاج اتكلم عنها تاني عشان خاطر تبقى مركز معايا ومدرك. عايزك تبقى فاهم ان كل حاجة بتحصل لك
هي ليها تفسير علمي ومفيش حاجة ملهاش تفسير علمي، بالذات في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده احنا عملنا السلسلة دي مخصوص عشان خاطر تبقى فاهم ان عقلك ده ليه تفسيرات علمية كتيرة جدا. عقلك ده اعتبره واحد تاني غيرك جوه جسمك، محتاج تفهمه. عشان لما تفهمه هتعرف تتعامل معاه، لان غالبا هو اللي بيبقى ماشيك في حياتك. فتخيل في حد ماشيك في حياتك انت ما تعرفش عنه اي حاجه، مش عارف تتعامل معاه ازاي، فبالتالي في ناس بيجي لها ارق ما بتعرفش تنام، في ناس بيجي لها فرط في التفكير، في ناس بتعاني كتير قوي بسبب عقلها. عشان كده محتاج ان انت تسيطر على عقلك وتركز في كل كلمه بنقولها في السلسله دي، لان ان شاء الله اوعدك انك هتخرج منها عقلك ده بالنسبه لك زيك زي ايده زي رجلك. لما بتقول لايدك اعملي كده بتعمل، لما بتقول لها اعملي كده بتعمل، لما تقول له فكر بيفكر، لما تقول له ما تفكرش ما يفكرش. تبقى انت السيد بتاعه. الدراسة رقم 3. الدراسة رقم 3 اتعملت في جامعة ستانفورد على ايد الدكتورة كارول دويك. ويمكن احنا اتكلمنا عن الدكتورة دي في الدرس الثاني واتكلمنا عنها في الدرس الاول، ويمكن هي بطلة السلسلة بتاعتنا لان هي اكتر واحدة كانت مركزة في ان هي تعمل دراسات على المايند سيت وازاي الناس بتفكر وازاي يقدروا يغيروا عقليتهم. فبصراحة يعني انا عارف ان هي ممكن تكون مش هتسمع الفيديو ده، بس حقيقي هي فادتني جدا وانا بحضر اصلا السلسله دي. العالمه كارول دويك في جامعه ستانفورد درست لالاف الطلبه وعملت معاهم تجربه محترمه جدا. عملت ايه؟ اديتهم مسائل صعبه قوي، مش صعبه بس، لا صعبه جدا، وبدات تراقب رد فعل الطلبه دول هيعملوا ايه بالظبط. ركز بقى معايا عشان تشوف رد الفعل في العقليات اصلا واختلافها. الناس اللي عندها جروث مايند سيت بدأت تبص وتعترف ان المسألة صعبة فعلا، ولكن بدأت تشوف ان دي فرصة ممكن اتعلم منها حاجة جديدة. طب والفيكسد مايند سيت قال لا، انا عقليتي على قدها، مستحيل اعرف ان انا اتعلم او احل مسألة زي دي. يعني هو خد القرار من قبل ما يعرف ايه الحلول ان هو منسحب من المسألة. عشان كده في اوقات كتير جدا بتجيلنا شغلانات في حياتنا وتحديات في حياتنا كانت ممكن تتعلم منها، ولكن بسبب العقليه الفيكسد مايند سيت حضرتك خدت كذا خطوه لورا وما قررتش انك تتعلم اي حاجه. عشان كده بيبين لك ان في شخصين ممكن يقعوا في نفس الموقف ولكن التصرفات بتبقى مختلفه، وده بيبين ان عقلك بيتفاعل مع التحديات بناء على ايمانك بنفسك مش بس قدراتك. الدراسه رقم 4 بعنوان تعلم لغه جديده. في اوروبا عملوا دراسه على ناس كبيره في السن. الناس دي قررت ان هي من بعد 60 سنه تبدأ تتعلم لغة جديدة. ايه اللي حصل معاهم؟ بعد شهور العلماء صوروا مخهم بالرنين المغناطيسي واكتشفوا ان في مناطق في الدماغ بدأ يحصل لها نشاط بشكل ملحوظ جدا. والرسالة ليك هنا ان عقلك ما بيعجزش. مفيش حاجة اسمها القطر فاتني، زي ما في شباب كتير جدا بتقول الكلام ده وهي اصلا لسه ما جابش 30 سنة. ده في شباب النهاردة بتبقى لسه في الكلية وبتقول لك انا محبط ومش عارف هعمل ايه في مستقبلي اصلا. عشان كده مسج مهمة جدا جدا ليك، واعمل منشن لاصحابك في الكومنتس وقول لهم تعالوا شوفوا محمود بيقول لك ايه. محمود بيقول لك طول ما انت حي عقلك بيقدر يتغير. الدراسة رقم 5 والأخيرة بعنوان التمرين الرياضي. في ألمانيا عملوا دراسة على أشخاص، الناس دي مارست الرياضة لمدة 6 شهور متواصلة. النتيجة هنا إن مش بس الناس دي جسمها اتحسن، بالعكس كمان الذاكرة بتاعتهم وعقلهم بدأ يتغير بشكل ملحوظ جدا. واللي عايز أوصله لك من ورا الدراسة دي إن عقلك وجسمك مربوطين ببعض تماما. أي عادة صحية جديدة بتعيد تشكيل دماغك وتفكيرك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن 5 دراسات، كل دراسة طلعنا منها بمسج معينة. يا ريت مهم جدا تكتب المسجات اللي طلعنا بيها من ال5 دراسات دول، لان يعتبر احنا كده كوننا حياتك اصلا ومستقبلك في ال5 دراسات دول. فحضرتك لو طبقت ال5 دراسات دول على حياتك الشخصية هتلاقي نفسك كنت انت الجزء الايجابي في كل دراسة من الدراسات دي، وبعدت عن الجزء السلبي اللي هو الفيكسد مايند سيت، وده اللي مش عايزينه خالص. احنا ناس عايزين نبقى جروث مايند سيت. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو ده. الجزء الثاني بعنوان أمثلة واقعية. هكلم معاك عن 3 أمثلة ل3 أشخاص مختلفين أنا أعرفهم بشكل شخصي حياتهم اتغيرت بسبب اللي أنا هكلمك عليه دوت، وبسبب إن أنا بدأت أراقب الحاجات اللي هم بيعملوها وشفت قد إيه الحاجات الإيجابية اللي كانوا بيعملوها والتدريب للعقل في العادات الإيجابية بدأ يوديهم لحد فين. أول حد
فأول مثال هكلمك عن شاب بدأ يحفظ قرآن. هو كل اللي عمله إنه قرر إنه يحفظ صفحة قرآن واحدة كل يوم، ما يزودش عن كده. في البداية الموضوع كان صعب جدا بالنسبة له، لكن الشخص ده قرر إن هو يستمر ويتك على نفسه شوية. عارف إيه اللي حصل؟ اتعود إن هو يوميا بيحفظ صفحة معينة. طب بعد سنين الشخص ده خلاص بقى حافظ القرآن الكريم، وده دليل علمي على إن التكرار بيغير الدماغ تماما. المثال التاني، ست قررت إن هي تتعلم سواقة السيارات بعد سن ال40. طبيعي في البداية كانت خايفة، ولكن قررت المحاولة كذا مرة. أول مرة حرفيا كانت مرعوبة، تاني مرة الرعب ده قل كتير، بعد فترة بقت بتسوق زي عمرو مجايبر بالظبط. عشان كده العقل هنا بيتبرمج مع التكرار أصلا. المثال رقم 3، موظف بقى رائد أعمال، وده يعني حد كبير جدا جدا في نظري. كل القصة ان هو كان موظف عادي تماما، قرر ان هو يتعلم التسويق الاونلاين. في الاول كان حاسس ان الموضوع معقد جدا، بس مع الممارسة اللي تم دماغه بدأ يشوف الفرص بدل المشاكل. بس الشخص ده كان بيعمل ايه؟ كان بيتدرب وبيمارس يوميا، وعايز اقول لك ان النهاردة هو صاحب مشروع ناجح جدا. ولو يعني ما كانش هيبقى اعلان كنت اتكلمت وقلت المكان بتاعه فين والراجل دوت بيبيع ايه وبيعمل ايه، وما شاء الله وصل لحد فين دلوقتي. الجزء الاهم بقى في الامثله دي ان انا عايز اوصل لك رساله مهمه جدا من الامثله دي. الرساله ايه؟ ان النجاح ما كانش حكر على العباقره، لان في ناس بتفتكر ان العباقره بس هم اللي بينجحوا. النجاح بيبقى متاح لكل الناس لما بيقرروا وبياخدوا بالأسباب وبيعملوا حاجة مهمة جدا، بيقرروا ان هم يتعلموا وبيقرروا اللي بيعملوه يوميا بيبدأوا يعملوه زيهم زي اي حد كان عبقري قبل كده. الجزء الثالث واللي قبل الأخير في الفيديو ده بعنوان التمارين العملية. هنتكلم عن 3 تمارين مهمة جدا جدا هيشكلوا عقلك بشكل غير طبيعي. اول تمرين بعنوان ايه؟ بعنوان صياغه الافكار او اعاده صياغه الافكار. عايزك تعمل حاجه مهمه جدا دلوقتي، هات ورقه وقلم واكتب فكره سلبيه انت دايما بتقولها لنفسك. زي ايه؟ مثلا انا فاشل في البيع. وبعد كده بعد ما تكتبها عايزك تروح كاتب جمله تانية تحتها، انا لسه بتعلم البيع وكل يوم هتحسن بشكل اكبر. اللي انا بقوله لك ده مش هزار تماما. الكتابة بتثبت الأفكار الجديدة في دماغك وبتشكلها وبتديك ثقة وبتشكل العقل اللاواعي بشكل غير طبيعي وبتخليك تصدق الفكرة الجديدة عن نفسك. التمرين رقم 2 بعنوان تمرين اليوميات. يعني إيه تمرين اليوميات؟ كل يوم اكتب 3 مواقف اتعلمت منهم قبل ما تنام. ده بيخلي عقلك يعمل إيه؟ بيخلي عقلك هنا يتبرمج على رؤية الفرص جوه كل مشكلة حصلت لك، مش بيركز بس على المشاكل والفشل اللي انت ممكن تكون اتعرضت له في المواقف دي. فانت هنا بتركز عقلك على ايه؟ بتركز عقلك على الحاجات اللي اتعلمتها في المواقف الصعبة والتحديات اللي قابلتك. التمرين رقم 3 بعنوان تمرين التدرج. لو في حاجة بتخاف منها عايزك تقسمها لسمول ستيبس. يعني ايه؟ يعني خايف تتكلم قدام الناس؟ ابدأ مرة بكلمة، بعد كده جملة، بعد كده اتكلم دقيقتين. كل خطوة بتبني مسار جديد في عقلك. وعايز اقول لك على حاجة، انا اول مرة طلعت ستيج اتكلم قصاد 1000 بني ادم. الفيديو موجود على فكرة، اول فيديو رفعته على القناة تماما. انا اسف على اللي هتشوفوه. حرفيا انا كنت بتكلم كده، يا جماعة ساعدوني ارحب بالناس اللي موجودة. كنت بتكلم كده حرفيا كأني واحد كان معمي وبيشرب مخدرات طول الليل. للأسف أنا كنت باتكلم كده. طب ليه؟ لأني ما كنتش متعود إن أنا أتكلم قدام ناس، بس مع الوقت الحمد لله رب العالمين بقيت أطلع ستيج قدام 5000 و10000 بني آدم، وما كانش بيبقى شاغلني خالص. ليه؟ لأن التكرار والتعود والتعليم بيخليك تعمل حاجات أنت عمرك في يوم من الأيام ما كنت تتخيل إنك توصل لها. الجزء الرابع والأخير، بس مش الأخير قوي يعني، وده بعنوان أسئلة لحضرتك. يعني إيه بقى؟ هنعمل إيه مع بعض دلوقتي؟ هنعمل حاجة مهمة جدا. أول حاجة عايزك تكتبها، إيه المهارة اللي نفسك تتعلمها من زمان؟ امشي بس معايا للآخر وأنا هظبط لك الدنيا. لو عرفت إن عقلك بيتغير مع كل مرة بتحضر فيها تدريب، هتبدأ منين النهاردة؟ وأنا بقول لك هنا وأنا بقول لك هنا هتبدأ منين النهاردة؟ مش هتبدأ إمتى؟ أنت كده كده هتبدأ النهاردة. هتفتح اليوتيوب وتجيب حد بيتكلم عن المهارة اللي أنت نفسك تتعلمها وتاخد أول خطوة في إنك تتعلمها حالا.
بعد ما نخلص الفيديو مع بعض. وكمان عايزك تكتب لي في الكومنتات حاجة مهمة جدا: ايه هي الفكرة السلبية اللي مسيطرة على عقلك وعاوزك ترجع تعيد صياغتها بطريقة إيجابية، زي ما اتعلمنا مع بعض من 3 دقايق بالظبط، إن أنا فاشل في البيع، لا أنا لسه بتعلم البيع، وبكرة وكل يوم هتحسن أكتر. عايزك تكتب لي الفكرة السلبية دي وتعيد صياغتها بطريقة إيجابية لو سمحت في الكومنتات، ده مهم جدا. الدرس بتاع النهاردة إن العلم مش بيقول إن حضرتك جوه سجن، العلم بيقول إن دماغك عامل زي المصنع شغال 24 ساعة وبيتشكل بكل حاجة أنت بتدخلها له. كل فكرة، كل عادة، كل تجربة بتبني مسارات جديدة في عقلك. يعني بكرة مش لازم يكون نفس الشخص اللي أنا كنت عليه النهاردة، الفرق الوحيد أنت هتختار تبني إيه جوه دماغك. عشان كده لو استفدت من الفيديو ده اكتب لي في الكومنتس ايه اول عادة او فكرة سلبية حضرتك هتبدأ تغيرها من النهاردة. وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان خاطر توصل لك كل الدروس بتاعة الكورس ده. وان شاء الله بإذن الله الدرس الجاي احنا هنعمل مع بعض حاجة مهمة جدا، احنا هنفتح مع بعض موضوع هيخلي حضرتك تبص لنفسك بطريقة مختلفة تماما. وما تنساش شعارنا: خلي الرسالة توصل لك، خليها توصل للعالم. أنا محمود أدري، أشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.